النهارده احنا هنعمل هايلايتس كل اللي انت شايفه قدامك ده، ونخليه بنفس لون البراندنج بتاعنا، سواء انت بيرسونال براند بتسوق لنفسك او بتسوق للبراند بتاعك، او حتى لو انت بتبيع برودكتس فلازم ان انت تعمل موضوع الهايلايتس ده. طيب اول حاجه هنا انا هخش على كانفا، وبعدها هخش على منشور انستجرام، اي ديزاين فاضي او فارغ مجرد باك جراوند بس. هعمل ايه؟ هختار هنا لون البراندنج بتاعي، طبعا انا ظابطه من خلال اللي هو البراند كيت. تمام. طيب اول حاجه هو ده اللون اللي انا هستخدمه. طيب انا بستخدم كذا لون، اللي هو اللون الاصفر او الاحمر واللون ده. تمام. هنا هنبص، هنا لو جينا دخلنا على الانستجرام هيقول لك ان هنا فيدباك، واتساب، تليجرام، فيسبوك، وهنا الشهادات، وهنا برضو الحاجات اللي هي بتتميز عندنا سواء كنت بتبيع برودكت او كنت بتقدم حاجه معينه. طيب اول حاجه هنا الماي سيرفيس، هنيجي هنا على العناصر ونكتب ماي سيرفيس. تمام. او بلاش ماي سيرفيس، ممكن تكتب بالعربي عادي مفيش مشكله، خدماتي بالمنظر ده. طيب اللي بيحصل كده بعد ايه؟ بيجيب لك هنا حاجات كتيره جدا، بس انا عايز اكتب ايكون. طيب كلمة ايكون دي اللي هو بتجيب الاشكال دي وبتقدر ان انت تغير اللون بتاعها. طيب لو جينا هنا مثلا على الالوان هنا بالمنظر ده، وبعدها اخترنا اللون الاحمر او اخترنا اللون الاصفر على حسب الالوان بتاعت البراند بتاعك. تمام. طيب انا هخليها بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده كده، وبعدها هسيبها كده، وبعدها هاجي هنا اعمل حفظ. بس قبل ما اعمل حفظ انا هاجي هنا علشان اعملهم كلهم مع بعض. يقول لك هنا واتساب. حلو. طيب هاجي هنا بالمنظر ده وهنكتب هنا واتساب. زي ما انت شايف كده واتساب اتعملت زي ما انت شايف. طيب هبدا بقى ان انا اعمل كل الكلام ده علشان برضو ما اخدش من وقتك كتير، وفي نفس الوقت انت خلاص عرفت ازاي تعمل الموضوع ده. طيب هجمع كله في الاخر اقول لك ازاي تنزل الكلام ده بشكل كويس ومنسق. طيب وبعد ما حملت الهايلايتس، وبعدها هاجي بالمنظر ده اضغط هنا ضغطه مطوله، وبعدها هعمل اديت هايلايتس. تمام. طيب هنا عندي انا عايز اغير الكفر، بعمل اديت كفر، وبعدها بدخل على الصور، وبعدها بختار هنا الصور اللي انا عايزها. مثلا الصوره دي مثلا انا عندي كورس اسم الملوك، فبعمل كده، خليها بس صغيره شويه، ما تخليهاش كبيره علشان مقفره قوي يعني، فاهم؟ طيب زي ما انت شايف كده خلاص اتعملت. بعدها بنخش على اللي بعدها، وبعدها بنعمل edit highlights، وبعدها بنيجي هنا على ال edit cover، وبعدها بنختار برضو الديزاين التاني بنخليها بالمنظر ده بس كده، وبعدها بنعمل done، بعدها done مرة تانية، بعدها done مرة تالتة. شايف كده الموضوع بقى افضل وبقى احسن، وبقى شكل البروفايل بتاعنا بروفيشنال اكتر. زي ما انت شايف كده الالوان كلها بقت متناسقة مع بعض، وبس كده قدرنا نعمل هايلايتس مناسب مع الوان البراندنج بتاعنا، وقدرنا ان احنا نوجه شكل كويس جدا او ستايل كويس جدا لاي شخص داخل عندنا البيج بتاعتنا.